السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنفرز مع بعض الباميه بطريقه ناجحه ومضمونه 100% من السنه للسنه بدون ما تغير لونها ولا طعمها. اول حاجه هنسمي الله. لما نيجي نشتري الباميه بنشتري الباميه تكون طازه مش دبلانه، تمام؟ بعد كده خدت الباميه غسلتها كويس جدا تحت الحنفيه لحد ما الميه كانت صافيه جدا، وبعد كده جبت طبق فيه ميه وضفت عليه معلقه كبيره خل ونقعت فيه الباميه لمده 5 دقائق علشان الخل بيموت البكتيريا اللي بتكون موجوده على الخضار. وبعد كده شطفتها كويس جدا تاني تحت الحنفيه وحطيتها في مصفى وسبتها لحد ما صفت ميتها تماما وما بقاش عليها ولا نقطه ميه وناشفه تماما زي ما انتم شايفين كده. طبعا كلنا عارفين ازاي بنقمع الباميه، بس انا هقمع معاكم كام واحده كده علشان نعرف البنات الصغيرين ازاي يقمعوا الباميه. بطرف السكينه وبنبدا نلف كده بشكل دائري، تمام؟ وبنشيل الجزء اللي في الطرف من قدام. بنقمع الباميه يعني بالمعنى الاصح بنعمل لها قمع كده من فوق، تمام؟ هنقمع كمان واحده علشان تاخدوا بالكم. بنلف كده بطرف السكينه بشكل دائري، تمام؟ يعني الجزء ده ما بنقشطوش، بنعمل له قمع كده وبنشيل الجزء اللي في الطرف من قدام. بس كده، الموضوع سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. كده خلاص قمعت كل كميه الباميه اللي موجوده معايا، حطيتها في طبق ويلا بينا على البوتاجاز. حطيت على البوتاجاز حله فيها ميه بتغلي، ما ضفتش على الميه اي حاجه خالص، وهبدا انزل بالباميه. كميه الباميه دي كيلو باميه. هبدا اغطس الباميه كده في الميه المغليه، تمام؟ وهعصر عليها ليمونه حجمها متوسط، وليمونه كفايه قوي لكيلو الباميه، تمام؟ هقلب الباميه في الميه المغليه تقلبتين مش اكتر من كده علشان ما تغيرش لونها، ومحضره جنبي طبق فيه ميه ساقعه جدا ضفت عليه مكعبات تلج، وهبدا انشل الباميه من الميه المغليه وهحطها في الميه الساقعه اللي فيها مكعبات تلج. فايده التلج هنا ان هو بيوقف تسويه الباميه وفي نفس الوقت بيحافظ على لونها الاخضر، تمام؟ هسيب الباميه في الميه المتلجه لمده 5 دقائق لحد ما تبرد، تمام؟ بعد كده جبت مصفى حطيت تحت منه طبق وهبدا انشل الباميه وهسيبها في المصفى لحد ما تصفي ميتها تماما. انا النهارده فرزت كيلو باميه علشان بس اعرفكم الطريقه، لكن انتوا تقدروا تزودوا الكميه وتفرزوها بنفس الطريقه، تمام؟ حلو قوي كده. بعد ما الباميه صفت ميتها تماما جبت اكياس التلاجة وهبدا اعبي الباميه. بنستخدم الباميه بعد التفريز ازاي؟ بنطلع الباميه من الفريزر وهي متجمده على الحل على طول، يعني على التسبيكه على طول على النار، ما بنسيبهاش لحد ما تفك علشان ما تنزلش ميتها، تمام؟ خلاص حطيت الباميه في الكيس، هضغط كده على الكيس علشان اخرج كل الهواء اللي فيه علشان ما يعملش تلج معايا، تمام؟ هربط بقى الكيس من فوق خالص من عند الطرف وهفرد الباميه جوه الكيس كده علشان ما تاخدش معايا مكان في الفريزر. جبت طبق وهبدا ارص فيه اكياس الباميه وهفردها بايديا كده زي ما انتم شايفين، وعلى طول هدخلها الفريزر. بعد ما الباميه تتجمد في الوقت ده نقدر نشيل الطبق، مفيش مشكله خالص. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.